النهارده عملت القمر ديت باللبن القاطع. اللبن القاطع يا هبه؟ ايوه اللبن القاطع. ما تيجي نشوف عملنا القمر دوت ازاي، والطريقه سهله وبسيطه. لو عندك لبن قاطع هتعملي احلى قمر في البيت عندك، وكمان تقدري تعمليه باللبن الرايب لو مش متوفر اللبن عندك قاطع. يلا بينا نشوف عملناه ازاي والقوام. وكمان الكيكه هشه وجميله وزي العسل وطعمها حلو جدا. وعايزه اقولك ان الطريقه سهله وبسيطه جدا. من النهاردة مش هنرمي اي حاجة، وهنستغل كل حاجة موجودة عندنا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك. معايا 3 كوبايات من الدقيق. معايا كوباية كبيرة من اللبن القاطع. الكوباية ديت بمقام كوباية وربع من الكوباية العادية بتاعة المج بتاع الشاي. تمام كده تمام. هجيب معلقة دلوقتي عشان اوريك القوام بتاع اللبن القاطع. هو لسه قاطع معايا بقاله بالظبط كده ساعة، فقلت استغله على طول قبل ما يعمل الطبقة اللي هي بتبقى لونها صفرة ديت، استغل الوقت بتاعه. معايا كوباية الا ربع من الزيت، معايا حبايتين من البيض، معايا كوباية ونص من السكر. تقدري تقللي او تزودي على حسب ما انت عايزة، بس المقدار دوت كوباية ونص هيطلع مسكر معاكي وجميل وزي العسل. معايا باكو من البيكنج باودر، ومعايا 2 فانيليا ورشة ملح، ومعايا نقطتين كده من الخل. اول حاجة طبعا هتستعملي الخلاط بتاعك، هتجيبي تحطي الحبايتين من البيض وتنزلي عليهم بكيسين الفانيليا. تقدري تعملي الموضوع دوت في الخلاط، وتقدري كمان تعمليه بالهاند بلندر او تقلبيه كده بالمضرب اليدوي على حسب المتوفر عندك. بصي بقى التكايه اللي انا هقولك عليها، اللي مش زي الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها بنحط البيض على السكر. لا، انا اول حاجه هحط البيض، وبعد كده هنزل بالفانيليا، وبعد ما احط البيض واقلبه كده شويه هروح نازله على طول بالزيت. الزيت هنا مع البيض هيديني قوام حلو جدا، وهيفتح اللون وهيخلي الكيكه بتاعتك هشه ولونها ابيض من جوه. بعد ما قلبت البيض ووصلت للقوام اللي انا عايزاه واللون كمان اللي انا عايزاه، نزلت بالكوبايه ونص من السكر وقلبتهم شويه صغيرين مع بعض. وبعد كده نزلت بكوبايه اللبن القاطع. وطبعا زي ما قلت لك تقدري تستبدلي اللبن القاطع بكوبايه من اللبن الرايب، بتطلع طعمها حلو جدا، واعمليها وعلى ضمانتي. ونزلت بحوالي معلقه كبيره من الخل. معلقه الخل هتفتح معاكي الموضوع وهتخلي الكيكه بتاعتك جميله وزي العسل. قلبت بقى كله مع بعضه، اديهم ضربتين 3 كده في الخلاط، الموضوع هيبقى بسيط قوي. بعد كده خلاص انا مش هستخدم بعد كده الخلاط، او مش هستخدم الهاند بلندر. تقدري بقى تفضي الخليط السائل دوت في بولة كده، وبعد كده تنزلي عليهم بالثلاث كوبايات من الدقيق. ومستحب اللي انت تنخلي الدقيق مش عشان هو مش كويس ولا حاجة، لا، عشان تدخلي جواه كده الهواء والكيكة بتاعتك تطلع هشة وجميلة. بعد كده نزلت بالكيس من البيكنج باودر وهقلب كله مع بعض. رشة الملح الصغيرة، ما تخافيش رشة الملح دي مش هتعمل حاجة، بس هتعادل الطعم شوية. هقلب كله في اتجاه واحد، ما تقلبيش يمين وشمال. بدأتي فيش مرة كده ومرة كده. لو عملتي كده هيبدأ معاكي يدخل الهواء جوه الكيكة، والموضوع هيبقى مختلف تماما، والقوام مش هيكون حلو في النهاية. كله في اتجاه واحد. خلاص دلوقتي جبت الصينية اللي هتدخل الفرن، ودهنتها كده بمكعب من الزبدة صغير، وبطنتها بالدقيق. هبدأ انزل بقى بالخليط بتاع الكيكة. عايزة اقولك اللي هو طلع حكاية. بص القوام عامل ازاي. هدخلها على درجة حرارة 180، يعني يعتبر مش عالية قوي، على الرف الاوسط في الفرن، على درجة حرارة زي ما قلتلك 180، من غير ما اشغل الشواية، ومش هفتح عليها تاني. هخبطها خبطتين كده على الرخامة عشان لو فيها اي حاجة تبدأ اللي كلها تبقى سوا بعض. قوام الكيكة حلو قوي، لونها كمان حلو جدا. لما ادخلها الفرن واخرجها دلوقتي هتشوفي اللون بتاعها من جوه عامل ازاي، وكمان اللون بتاعها من بره كمان لونها حلو جدا، من غير ما اشغل عليها الشوايه. يلا يا ست الكل، لو عندك لبن قاطع قومي استغلي الموقف كده ونفذي بيه حاجات كتيرة قوي. افكار جديدة هتوصلك ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية. تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس لو انتي اول مرة تتفرجي عليا. خلاص كده بعد ما الكيكة خرجت من الفرن وسبتها كمان حوالي 10 دقايق تهدى، هبدأ دلوقتي اللي انا اقطعها. تقدري تعمليها بقى في صينية مدورة او مربعة زي ما انا عملت، او مستطيلة، على حسب المتوفر عندك يعني.
كده خلاص. طبعا بتعملي لها اختبار التسوية بخلة اسنان او اللي هي عصيان الشيشتاوك او بحرف سكينة على حسب ما انت عايزة. بصي القوام بتاع الكيكة حلو ازاي، ولونها ابيض وفاتح وطعمها حلو جدا وهشة، والارتفاع بتاعها كويس جدا. هنفتحها كده من جوه ونشوفها من جوه اخبارها ايه. عايزه اقولك كوبايه ونص سكر خلوها مسكره وطعمها حلو جدا. دي بقى اللي ينطبق عليها كيك العصاري. وقت العصريه كده تعملي كوبايه شاي مع احلى قطعه كيك كده، والموضوع هيبقى طعمه حلو جدا. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتكتبي رايك في الكومنتات لو نفذتي الطريقه. بحبكم في الله، والسلام عليكم.